السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. كاين واحد المشكل كيتشكاو منه بعض الإخوة، كيقول لك اودي علاش الفصة ديالنا كتصفر من الجدر، يعني كتصفر وكتبدا يهبط مع هذيك الصفورية حتى كيموت لينا الجدر واحد الوقت كنلقاو الفصة ديالنا كلشي ماتت، يعني ما كبقاش فيها الكولور اللي مزيان. واغلبيه ديال الناس كيديروا واحد الخطا، كيسقيو وكيحصدوا، يعني كيسقيو وكيحصدوا، كيقول لك ما نجي نحصد الفصه ديالي كامله حتى نلقاها نبتات. لا بالعكس، خاصك الا بغيت تحصد على الاقل واحد 3 ايام ولا 4، قطع عليها الماء وديك الساعه حصد الفصه ديالك. وثاني كاين اللي كيدير عاوتاني واحد القضيه، كيحصد مثلا الفصه ديالو في نفس النهار كيطلق ليها الماء. خاصك تعطشها ثانيه من ورا الحصده، واحد 3 ايام هكاك ولا 4، وسقي الفصه ديالك. ما عمرك تشوف دوك الجدوره الصفرين، لان علاش؟ ملي كتحصدها كيبقى العود باقي خضر، كتطلق ليها الماء، كيدخل الماء معاه وكيبدا يخماج، وكيبدا يبقى يتعفن لك ويخماج الجدر، وكتبقى الفصه ديالك مرقعه كامله، صفر هنا وصفر لهيه، جدر لهيه ميت. معني ما تطولش ليك، ما غاش تضرب لك ديك المده ديال 5 سنين او 6 سنين. لهذا الانسان خص ملي تبغي تحصد الفصه ما تحصدهاش في الغيص، ما تحصدهاش وهي شاربه مزيان. وثانيا ملي تحصدها عاوتاني ما تسقيش في نفس النهار او ثاني نهار، خليها واحد 3 ايام ولا 4 وتشوف ديك الساعه النتيجه. تبارك الله، انت كلشي كيبان قدامك، الحمد لله، ما كاين جدر صفر، ما كاين والو، بخير، اللهم لك الحمد، والله يوفق الجميع ان شاء الله رب العالمين.